بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين من كافة أنحاء العالم والوطن العربي وجمهورية مصر العربية. معكم محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب. وأولا أقدم التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. عاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأولا أقول ألف مبروك للنادي الأهلي صعوده بالأمس رغم النتيجة السلبية والأداء السيء والمستوى السيء للنادي الأهلي أمام الشقيق والفريق الجزائري شبيبة القبائل في دور المجموعات، المجموعة الثانية من الجولة الخامسة. والحمد لله على النتيجة، وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام شبيبة القبائل. أتمنى له التوفيق في مباراة الدوري المصري الممتاز دوري نايل. أتمنى له التوفيق في دوري أبطال أفريقيا بعد صعوده لدور الثمانية. وأتمنى له التوفيق أمام الجيش الملكي المغربي الشقيق المغربي. وهارد لك لشبيبة القبائل، وتحياتي للنادي الجيش الملكي، وألف مبروك لنادي الجيش الملكي صعوده مع النادي الأهلي. وأنا مش عارف أقول إيه ولا أعيد إيه، مفيش كلام أقوله ولا قديم يذكر ولا قديم يعد. انتهت المباراة في شوطها الأول وشوطها الثاني بالنتيجة السلبية والأداء السيء والمستوى السيء، بس نقول الحمد لله وشابوه لمصطفى شوبير تصديه لثلاث كور متحققة لنادي شبيبة القبائل الجزائري، وتصداه الرائع والمستوى الممتاز. وأتمنى صحوة للاعبية نادي الأهلي في المباراة المقبلة. واللي مش قد تيشيرت النادي الأهلي، يعني أنا مش عارف أقول إيه بصراحة، مفيش كلام يتقال. بس الحمد لله على النتيجة والمستوى السيء، رغم لو نتيجة إيجابية والمستوى مش اللي هو. الحمد لله على كل حال. بس أتمنى من إدارة نادي الأهلي الصفقات الجديدة. احنا عمالين نجيب صفقات ونعير لعيبة، لا معيرش لعيبة وما اجيبش صفقات غير لما اشوف مستوى اللعيبة اللي عندي، وابص للمستوى لمدة موسم كامل او موسمين كاملين، واضم الناشئين. تمام. تحياتي محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب، وتحياتي لمجموعة قناة بين سبورت الرياضية.